السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جاي لكم فيديو جديد، وصفة جديدة تعجبكم بإذن الله. هنسمي باسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض الطريقة ان شاء الله والمكونات بتاعتنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا معايا هنا كيلو دقيق الضحى أو أي نوع عندك. أنا طبعا مش بعمل له إعلان، بس أنا بستعمله، وبرضه بستعمل أي نوع تاني. أي نوع تاني عندك اعمليه الموجود عندك. معايا هنا بس يكون حاجة الايه يعني دقيق يكون الكحك والبسكوت والقراقيش والفطاير يعني. ومعايا هنا ده كمان دي كوباية سمنة. معايا هنا دي كوباية سمنة على زيت تاني، يعني نص سمنة ونص زيت، يعني تعتبر كوباية ونص سمنة ونص زيت. ومعايا هنا ده كوباية لبن، ومعايا خميرة، ومعايا بيكنج باودر هاخد منها معلقة، ومعايا نص معلقة ريحة الكحك، معايا معلقة شمر على ينسون متحمص ومطحون. طبعا زي ما انتم شايفين كده. ومعايا سكر هنا، هاخد من هنا كده معلقتين سكر. سكر طبعا بينشط الخميرة وبيطعم برضو القراقيش. احنا نعمل مع بعض القراقيش بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله. ونسمي باسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ بقى الطريقة بتاعتنا. انا هنا على اللبن هحط هنا معلقتين سكر زي ما انتم شايفين كده، زي ما قلت لكم اهو. هنزل بالخميرة اهو. كيس الخميرة هنزل بيها، اجيب بس معلقة. طبعا هقلبها حلو قوي قوي واسيبها، مش هحطها دلوقتي. ندوبها حلو قوي قوي ونركنها. تتفاعل مع اللبن ومع السكر براحتها. السكر طبعا هينشطها، هيخليها تبقى حلوه ان شاء الله كده. بس اهم حاجه ما يكونش اللبن سخن قوي، يكون فتر كده دافي علشان ما يموتش الخميره. خلصنا كده. هنجيب بقى، هنفتح مع بعض بقى الدقيق واوريهولكم. طبعا حتى هنا اهو رشه ملح اهي. هنزل برشه ملح، هنزل بمعلقه صغيره كده اهو، بمعادل معلقه صغيره بيكنج باودر. مش هحط الباقي كله. هنزل بريحه الكحك، هنزل بالشمر واليانسون اللي هو المتحمص ومضروب في الخلاط او في الكبه اللي عندك يعني. طبعا خدت السمنه والزيت حطيتهم على بعض يسيحوا، يا دوب بس افككهم بس واجيبهم. طبعا سيحت السمنه اهي، فككتها يعني اهي، ما سيحتهاش خالص، انا فككتها بس اهي. هنقلب بقى مع بعض كده ان شاء الله. الدقيق عايزه تحطي سمسم، عايزه تحطي حبه البركه براحتك اهو. عايزه تستغني عن ريحه الكحك، تستغني عن الشمر واليانسون، برضو حسب ما انت بتحبي. احنا هنعملها كده وهنفضل بقى نبسهم اهو. حبه على المفرش اهو، بس نوقف بس كده. طبعا حطيت السمنه اهي كلها زي ما قلت لكم. هنبس بقى طبعا كده اهي بايدينا كده لغايه ما تبقى عامله زي العجينه خالص اهي. شايفينها؟ بسم الله ما شاء الله. ونجيب بقى من تحت لفوق كده عشان لو في دقيق ولا حاجه اهو. شايفين في دقيق ازاي اهو. نجيب من فوق من تحت لفوق كده اهو. طبعا هنفضل نبسها كده زي ما انتم شايفين لغايه ما تبقى عجينه في ايدينا زي ما انتم شايفين اهي. بصوا اهي، مش هنحط اللبن والخميره الا الاخر. هكملها وارجع لكم. طبعا زي ما انتم شايفين انا تنى بس فيها كده اهو، زي ما انتم شايفينها كده لغايه ما بقت اهي عجينه في ايديا اهي. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقت عجينه ازاي اهي. اهي بقت عجينه. لازم تبسيها حلو قوي.
طبعا الدقيق بقى بيبقى منخول مره واثنين وثلاثه، كل ده تدخلي فيه كل ما يبقى يديكي يعني يديكي قرص حلوه ان شاء الله. ودي طبعا الخميره اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله فايره ازاي، يعني صالحه طالما انها بتفور كده وفوق الوش، تبقى دي خميره صالحه ان شاء الله، تبقى يعني كويسه مش بايظه. هنزل بيها كلها اهي، وهقلب بقى مع بعض، هنقلب مع بعض كده، هنشرب السوائل دي للعجينه اهي. لازم يبقى السوائل كتير، يعني ايه، الكيلو بياخد كوبايه لبن او كوبايه ميه حسب اللي انت عايزه تعمليه، وحسب يعني الحاجه اللي متاحه عندك حسب امكانياتك. بسم الله ما شاء الله. اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب، اللهم احسن ختامها ان شاء الله، احسن ختامها ان شاء الله، ختامها يا رب باذن الله. اللهم احسن ختامها، اللهم احسن ما بين ايدينا جميعا. ما شاء الله عليها. طبعا لو محتاجه شويه ميه هنديها، محتاجه شويه برضو لبن هنديها اهي. بسم الله ما شاء الله. انا حاسه كده ان العجينه ايه ناشفه في ايديا، هنديها شويه لبن او شويه ميه، بس برضو يكونوا فتره. هجيب الميه وارجع لكم. يا حبايبي بصوا، انا فضيتها في طبق واسع شويه اهو، وبحط شويه ميه بشويه ميه. ما تكتريش برضو الميه عشان ما تنشفش منك العجينه لغايه بس ما تلف معانا. بسم الله بسم الله. هخلصها اقول لكم خدت معايا ميه قد ايه برضو. انا خلصتها يا جماعه خالص اهي زي ما انتم شايفين. خدت معايا كوبايه ميه، خدت معايا اسفه نص كوبايه ميه وكوبايه لبن اهي اللي انا حطيتها معاكم على الخميره، كوبايه اللبن، وخدت معايا وخدت معايا نص كوبايه ميه. هوريكم بقى العجينه حلوه ازاي عشان تعرفوها. اهو انا خلصتها خالص اهي. طبعا انا ما عجنتش فيها، انا لميت بس الميه واللبن بالخميره، لميت العجينه بيها اهي. طالما ما شققتش معاكي تبقى الحمد لله زي الفل اهي، زي الفل ازاي اهي اهي ما شاء الله. ما شققتش معاكي العجينه خلاص. لو شققت معاكي تبقي تديها كوبايه، تديها بس معلقه سمنه، لكن هي الحمد لله اهي ما شققتش ولا اي حاجه، زي الفل. وانت بتلمي ما تلمي بس العجينه، ما تقعديش تعجني فيها عشان ما تقلبش معاكي بعيش اهي. هنغطيها بقى وارجع لكم. غطيتها اهو بستريتش او كيس تلاجة زي ما انتم شايفين. هغطيها بقى باي حاجه عندي بقى، فوطه، بطانيه، اي حاجه، عشان احنا في الشتاء طبعا اهي. هولع البوتاجاز 5 دقايق واطفيه وادخلها بقى اول ما تخمر هوريها لكم زي ما انتم شايفين كده. طبعا هجهز بقى الصواني او الصاجات اللي هشتغل فيها على بال ما تخمر، واما تخمر اقول لكم هنعمل ايه. انا كان عندي عجوه زي ما انتم شايفينها كورتها. بصوا يا حبايبي، دي كانت عجوه عندي، كنت جايباها جاهزه، بس حاطه عليها سمسم وسمنه بلدي وكورتها زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا ده انا حطيت رشه سمسم علشان ما تلزقش في ارضيه الطبق. وهنا برضو انا مسكت السجاطه اهي، اديتها دهنه بسيطه بس بالفرشه اهي، علشان نعرف نشيل برضو منها الفطاير او القراقيش اللي احنا هنعملها. عايزين تعملي فطير برضو من القراقيش اعملي، عايزه تعملي قراقيش بس براحتك، عايزه تعمليها ساده تعمليها بعجوه اللي يريحك. احنا هنعمل شويه كده وشويه كده. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الضعيف حجمه زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا يا جماعه، بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا العجينه بسم الله ما شاء الله. بصوا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. العجينه اتضاعفت اهي ما شاء الله زي ما قلت لكم اهي، اتضاعف حجمها بسم الله ما شاء الله اهي. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتضاعف حجمها. هنقطع بقى منها ونكور ونشتغل اهي زي ما انتم شايفين كده اهو. انا هكور هنا كده اهو. عايزه تعمليها فطيره تعملي براحتك اهي. بسم الله ما شاء الله. الشمر واليانسون، المعلقه اللي احنا حطيناها اتطحنت دي وحمرناها على البوتاجاز تحفه اهي ما شاء الله اهي.
ما شاء الله. حط عليها اهو العجوة، عايزة تعمليها بعجوة زي ما قلت اعمليها، مش عجوة برضو براحتك. اهي اهي ما شاء الله، اهي ما شاء الله. اهي نلمها كده زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. اللهم احسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طبعا بتفردي، بس تفرديش قوي عشان ما تنشفش منك. اهي اهي بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه؟ اهي بسم الله ما شاء الله. بالعجوه براحتكم، عايزين تعملوها من غير عجوه برضو ماشي. ما شاء الله. اهي يا جماعه تحفه. هنعمل التانية برضو اهي زي ما انتوا شايفين كده. هي لسه هتخمر تاني، هتعلى. طبعا لو عايزين تعملوا فطاير اهي زي ما انتوا شايفين كده. اهي بجيبها زي ما انتوا شايفين والمها كده اهي اهي اهي، وابططها مخليهاش رقيقه اهي اهي. بسم الله ما شاء الله. اهي زي ما انتوا شايفين كده اهو اهو. ادي قرصه اهي. نعمل قرصه تاني اهو بالعجوه برضو اهي. هي كده كده بتسيح في القرصه، في العجوه بتسيح جوه القرصه مع التسويه اهي. بسم الله ما شاء الله اهي، ولا شققت ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. العجينه طالعه زي الفل اهي اهي. ما شاء الله زي الفل. هكمل بقى وارجع لكم. بصوا يا جماعه انا عملتها ازاي. عملتها بالقطعه اهي اللي هي بتاعه اللفت. بسم الله ما شاء الله اهي. بعمل غلط معلش. ايه يا جماعه بسم الله ما شاء الله. اشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد في القرص، هنكملها مع بعض الجزء الثاني باذن الله. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين، حبايبي واخواتي واصحابي. حبيت اصبح عليكم واقول لكم ان احنا ان شاء الله هنشوف بقيه القرص في الفيديو القادم باذن الله. استنوني بقى عشان تشوفوا حاجات حلوه هتعجبكم باذن الله، عشان تجربوها وهتعجبكم. تشربوا بقى بيها الشاي، في العشاء، في الفطار، حاجه جميله يعني. الاولاد وهي بتذاكر طبق كده، كوبايه شاي بلبن، كوبايه لبن، كوبايه نسكافيه، هتعجبكم باذن الله. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين، حبايبي واخواتي واصحابي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.